لحوم الأغنام تعتبر من أشهى أنواع اللحوم وأكثرها طلباً في المطبخ الليبي والعربي عموماً، وخاصة عند الحديث عن الحولي البرقاوي الليبي الذي يتميز بسمعة طيبة من حيث الجودة والمذاق. إليك أبرز التفاصيل عن الموضوع. الحولي البرقاوي الليبي. 1. السلالة البرقاوية تنتمي إلى منطقة برقة شرق ليبيا، وهي سلالة معروفة بقدرتها على التكيف مع البيئة الصحراوية والمناخ الجاف. تعتمد تغذيتها على الأعشاب الطبيعية المتوفرة في المراعي، مما ينعكس إيجابياً على نكهة اللحم وجودته. نوع الطعم والمذاق. اللحم البرقاوي يتميز بنكهة طبيعية خفيفة وملمسه الطري وقلة الدهون مقارنة ببعض السلالات الأخرى. عند الشي على الفحم أو طهيه على الطريقة التقليدية مثل العصبان أو الطبيخة الليبية، تبرز طراوة اللحم ورائحته الشهية. 3. أهمية التغذية. الحولي الذي يتغذى على الأعشاب البرية مثل الشيح والخزام البرية يتمتع بلحم غني بنكهات طبيعية بسبب أنواع النباتات العطرية التي تتناولها الأغنام، مقارنة بلحوم الأغنام الأخرى. الحولي المغربي السردي يعتبر لذيذا أيضا، لكنه أكثر دهنية، مما يجعله مفضلا للبعض في الطهي الطويل مثل الطواجن. السلالة النجدية السعودية تمتاز بلحم طري ودسم، وتستخدم غالبا في المندي والمشويات. طرق الطهي المفضلة للحولي البرقاوي. والشواء. عند شويه على الفحم تحتفظ الألياف الطرية بعصارتها الطبيعية. يمكن تتبيله ببساطة بالملح والفلفل الأسود لتجنب إخفاء النكهة الأصلية. 3. الطهي التقليدي مثل الطبيخة الليبية مع الخضروات، حيث يبرز هذا الطهي النكهة الأصيلة للحولي. العصبان الليبي، أمعاء محشوة باللحم والأرز، هو طبق يظهر جودة اللحم عند طهيه على نار هادئة. لماذا يعتبر لحم الحولي البرقاوي مميزاً؟ البيئة الطبيعية التي يعيش فيها الراعي الحر، أسلوب التربية التقليدي الذي يحافظ على نقاء السلالة، اهتمام الليبيين بإعداد الأطباق التقليدية التي تحترم جودة المكونات. إذا كنت تبحث عن طعم أصيل يعبر عن الثقافة الليبية، فإن الحولي البرقاوي المشوي أو المطبوخ بالطريقة التقليدية خيار لا يضاهى.